اللهم صل على محمد صلاة تطيب بها القلوب. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. النهاردة بإذن الله بعد ما نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، هنعمل الملوخية بتاعتنا اللي هنخزنها في الفريزر بالسنة للسنة بأفضل طريقة وأحسن طريقة. أنا جربتها لحد دلوقتي، لو جربتيها مش هتندمي خالص. شايفين اللون؟ جميلة جدا جدا. طريقة سهلة جدا، ولا هتستخدمي مخرطة ولا هتستخدمي كبة. بالعكس، هتكون طريقة سهلة جدا وبسيطة، والنتيجة معانا بسم الله ما شاء الله. أنا أول مرة أول سنة أخزن الملوخية بتاعتي بالطريقة ديت، وبصراحة بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. النتيجة طلعت جميلة جدا جدا جدا. هنسمي الله ونبدأ. معانا الملوخية بتاعتنا. طبعًا إحنا بنجيبها من السوق خضرا وجميلة جدًا. بنغسلها غسلة كويسة جدًا وبنصفّيها في المصفى، مش بننشفها ولا حاجة. نحط مَيّة على النار، المَيّة بتغلي، معانا نُص معلقة سكر ورشة كربوناتو بسيطة خالص، يعني حوالي كده حاجة بسيطة لا تذكر بين صوابعنا كده، تمام. بعد ما تاخد غلوة نرفعها من المَيّة السخنة ونحطها في مَيّة بتلج، مكعبات تلج. ما فيش زي ما حضراتكم شايفين، أنا خرّجت إزازة من الفريزر وحطيتها فيها بحيث إن تاخد صدمة معانا. ما فيش تلج، حطي مَيّة ساقعة من الحنفية، ادّيها صدمة من الحنفية. تمام. بنضربها ضربتين في الخلاط، ضربتين 2 بس مش باكتّر، لحد ما القوام بتاعها يبقى جميل جدًا كده معانا، ومش بنزوّدها مَيّة وإحنا بنضربها في الخلاط. تمام. أنا حطيتها في الفريزر أسبوع وخرّجتها زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون؟ اللون أنا أول مرّة أشوف اللون الجميل ده في الملوخية. تمام. طبعًا زوّدتها شوربة، ومعانا معلقة كبيرة من التوم زي ما حضراتكم شايفين. لازم أشيل الريم اللي على وش الأبيض اللي على وش الملوخية، ده بيخلّي لونها جميل جدًا بعد ما بنشيله. وطبعًا بنطش بسم الله ما شاء الله التوم. وشايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طبعًا النتيجة جميلة جدًا، تخزين جميل، تخزين رائع.